السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. فنانة تشكيلية أمل بيطار معكم من اسطنبول. أنا مغتربة من 2015 باسطنبول، مدرسة لغة عربية. والفن يعني كموهبة ظهر من الصغر، ولكن ما بعرف، حسيت هيك باسطنبول كل يعني المواهب اللي بتتعلق بهذا الفن التشكيلي، كل شيء يعني إبداعات طلعت يعني بعد الحرب. وما بعرف، فجأة هي بالصدفة صارت معي قصة إنه لوحة صغيرة لهدية شخص عزيز، فجربت التجربة الحمد لله نجحت، وصرت أكثر من مرة يعني أعمل هاي القصة. الحمد لله رب العالمين. هلأ معرضي باسطنبول، المعرض الشخصي الأول بمدينة اسطنبول بتقسيم. بضم المعرض 63 لوحة تقريبا من الحجم متر ب70 ومتر بمترين و50 ب70 إلى آخره، في كل يعني القياسات. التقنيات اللي بستخدمها أنا شوي مختلفة، يعني أحياناً بستخدم عجينة الجيسو، أحياناً بستخدم الملح، أحياناً بستخدم الطحين مع الملح والسكر مع الغراء. طبعاً في كتير يعني استخدمت شغلات شوي جديدة يعني باللوحات، من الصمغ العربي والحبر الصيني وقصص تانية، يعني شوي شرح طويل. ما بعرف، امبارح بالافتتاح الحمد لله كان كتير يعني مفاجئ للجميع، الحمد لله كتير كان المعرض ناجح. وبدي أذكر شغلة تانية، إنه يعني في لوحات مميزة، يعني حتى مو بس أنا يعني اندهشت بشغلها، الآخرين يعني المتلقي وقت اللي تنعرض اللوحة نفس الإحساس بيتراود له، إنه هاي اللوحة فيها شيء خاص، فيها روح، فيها معاني سامية، أحياناً فيها حكاية بدها تنحكى، يعني فيها قصيدة شعر. بما أنه أنا كنت شوي أكتب يعني بالشعر وقت كنت بسوريا، وبعد الحرب وقفت لسبب ما بعرف شو هو السبب. في لوحات حسيت القصائد اللي أنا لازم أكتبها واللي حبيت أكتبها عن سوريا حسيتها ظهرت باللوحة، ومن ضمنها يعني لوحة سوريا إلى سوريا أو سوريا الأم، في لوحة إلى أين بتحكي عن الحرب، في لوحة يا شام. يعني هدول اللوحات المميزة اللي أنا فعلاً كانت أحاسيسي كتير يعني جياشة، إنه طبعت كل هالأحاسيس من خلال اللون، من خلال الصورة. جسمت بال3D اللي تميزت فيه لوحاتي، جسمت كل هالأحاسيس، يعني ظهرت كلياتها على شكل لوحة.
لله رب العالمين أنا كتير فخورة يعني إنه هالمعرض كان كتير له صدى باسطنبول، وحتى بقنوات كتير يعني عربية وتركية، يعني حسيت في شيء حلو يعني. ساعدني زملائي زميلاتي كانوا كتير يعني مباشرة موجودين بالحدث، ساندوني حتى أظهروا إلي يعني مشاعر كتير حلوة. يعني ما بعرف، حسيت في إله نكهة خاصة المعرض، يمكن لأن إحنا مغتربين كلياتنا، يعني مثل الوقفة سند، وقفة يعني تعاضد صار المعرض. أنا بطمح دائماً لأنه العالمية اللوحة، لوحاتي ما بحبها تضل ضمن اسطنبول. يعني أنا غايتي بالأول والأخير، الغاية هي إنه تكون اللوحة لها صدى عالمي. من ضمنهم يعني اللي أنا حابة يعني تكون هي في لوحة الغربة، أو سموها غربة قلم، في لوحة الخلاص يلي كان فيها لون التركواز كتير طاغي، لوحة هو الله، يعني كتير هدول لوحات حاسة إنه هدول رح يكون لهم صدى عالمي. ما بعرف، هيك إحساس، وإن شاء الله يعني يكون هالشي يعني يتجسد بالأخير إنه على شكل واقع يعني. الغاية من المعرض هي بصمة لمغترب، بصمة لامرأة يعني ما رضت بالظروف الصعبة، تخطت مصاعب، تخطت الألم اللي طلعنا نحن حاملين حقائبه معنا وقت عبرنا المعبر وجينا على تركيا. يعني الغصة ما رح تروح إلا طبعاً المهاجر والمغترب لحتى يرجع على وطنه، والحمد لله رب العالمين. يعني بتضل هاي الأمور مجرد امتحان، ونحن أنا يعني كفنانة تشكيلية حسيت إنه هذا الامتحان هو اللي أعطاني الدفع حتى صير أنا بهذا المستوى، يعني اللي شوي مقبول الحمد لله للجميع بالنسبة للإتقان الفني والرؤية الفنية اللي الكل عم يعني بيفهمها، عم توصل للعالم الفكرة اللي أنا بدي أطرحها باللوحة. وكتير بتشكركم، ما بعرف يعني إنه إن شاء الله تكون وضحت المغزى يعني من هالمعرض، معرض تركواز. وأنا أمل بطار بشكركم كتير.